يا عبير انقذينا، احنا طلاب تالتة اعدادي وما كناش بنروح الدروس او كنا بنروح الدروس ونسينا مذاكرتنا وعايزين حد يظبط معانا المواد واحنا قاعدين في البيت، ومش عايزين ندفع فلوس عشان اهالينا اصلا يعني طفحين الدم عشان اصلا يدخلونا الدروس. فانا دلوقتي محتاج اخد دروس تاني ومحتاج مدرس يذاكر لي ويعوض لي الحاجات اللي فاتتني. اعمل ايه؟ انا النهارده جايه لكم الاقي لكم حل، سواء كنتوا بتذاكروا او ما كنتوش بتذاكروا او عايزين تراجعوا عايزين تحلوا امتحانات. تعملوا ايه؟ فيديو النهارده هجيب لكم قنوات مجانيه فيها شرح بما يرضي الله لكل طلاب تالتة اعدادي، وكمان لو انت اولى او تانية اعدادي ممكن تتفرج معايا الفيديو للاخر لان فيه نصايح مهمه جدا، وكمان نفس القنوات اللي هنتكلم عنها فيها كمان لاولى وتانية اعدادي. اول حاجه عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدعي كده في الكومنتات دعوه حلوه، يعني يا رب يا رب يا رب يستجيب لدعواتكم كلكم وان شاء الله تنجحوا وتجيبوا التقدير اللي انتوا عايزينه. والنهارده يا جماعه هنتكلم عن ازاي نقفل الترم الاول ونجيب 140 من 140، وخطوات مهمه جدا لازم تتبعوها ونصايح مهمه جدا في اخر الفيديو. دلوقتي انا كاتبه لكم هنا كل الحاجات اللي انتوا محتاجينها، القنوات كلها، وهديكم نبذه عن كل مدرس وهعرفكم تعملوا ايه وازاي تقسموا كده المواد بتاعتكم. فاول حاجه زي ما قلت لكم محتاجين نعملها ان احنا كان نكتب دعوه حلوه في الكومنتات، وكاتبه لكم دعاء في الديسكريبشن بوكس. هحتاج منكم كده ان انتوا تدعوا بصدر يعني رحب كده، اللي هو تدعوا بقلبكم، تدعوا الدعوه من جوه قلبكم كده تطلع للسما على طول. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه وانت بتشوف الفيديو ده تكون مستعد نفسيا، ومهما كانت نفسيتك متدمره انسى خلاص، مفيش وقت يعني النفسيه الوحشه، لازم تبتدي جد من اول النهارده. فاضل شهر بس على الامتحانات، لو ما فوقناش نفسنا بنفسنا محدش هيفوقنا، وما نقعدش بقى نقارن يعني نفسنا باصحابنا، صاحبنا خلص مذاكره وصاحبتي نجحت وجابت مش عارفه في التقدير ايه. ملناش دعوه بحد، احنا لينا بنفسنا. هنستغل الوقت اللي فاضل ده وباذن الله اوعدكم هتجيبوا تقدير هترضوا بيه قوي وهتتبسطوا وهتدعوا لي كمان معاكم. يلا بينا نبتدي في فيديو النهارده. طيب مبدئيا كده هنتكلم عن اول ماده الرياضه. كلنا عندنا مشاكل في الرياضه، كلنا بنكره الرياضه. دلوقتي احنا عايزين مدرس يلم لنا الدنيا يا عبير، نعمل ايه؟ عندنا وهي قناه اسمها قناه مستر محمد ابراهيم، اسمها دروس رياضه اونلاين. طبعا انا كاتبه لكم اسم القناه، انا مش هكدب عليكم، انا اكيد مش طالبه في ثالثه اعدادي، فانا جمعت لكم معلومات كويسه جدا. اول حاجه القناه بتاعت مستر محمد ابراهيم هحط لكم سكرين شوت ليها جنبي وهوريكم دلوقتي نبذه. مبدئيا يا جماعه القناه فيها شرح حلو قوي، مده الفيديو مش طويله خالص، الفيديو مشروح كمان على ورقه وقلم، كل حاجه واضحه. هتلاقوا كمان ان هو بيشرح وبيراجع وبيحل معاكم امتحانات. يعني بصراحة انا شايفة ان انتم ما تبتدوش تضيعوا وقت اكتر من كده، ولو حتى كنتم مذاكرين ارجعوا ذاكروا وعيدوا تاني لو انتم عندكم لسه وقت. قدامنا شهر طويل، قدامنا كل يوم في 24 ساعة، هننام منهم 8 ساعات، عندنا بقية اليوم كله بتاعنا. بقى مادة معانا وهي مادة الدراسات. عبير احنا عندنا مشكلة في الخرائط، عندنا مشكلة في الجغرافيا والتاريخ، وعندنا مشكلة في الدراسات، وعايزين حد يشرح معانا تاتا تاتا كده ويفهمنا الموضوع من الاول، ونقدر كمان نشوف الشرح ده 5-6 مرات في اليوم براحتنا، لان احنا معانا الشرح. يعني احنا مش رايحين نحضر حصة ولو ما ركزناش او نمنع على نفسنا في الحصة ما نقدرش نرجع لها تاني، لا احنا معانا حصة موجودة على اليوتيوب نقدر نفتحها في اي وقت، نقدر نقسمها ل10 دقايق وبعد كده ناخد بريك 10 دقايق وبعدين نكتب. نقدر واحنا يعني بنسمع الفيديو كمان نكتب في نفس الوقت، فنبتدي ان احنا يعني نذاكر بعينينا وبايدينا كمان، فده هيساعدنا بكتير قوي عن احنا نحضر الدرس ونرجع البيت ننام وننسى اصلا احنا خدنا ايه، وعلى ما نيجي نفتكر نلاقي نفسنا كسلنا وضيعنا اليوم وما ذاكرناش الماده. فعشان كده لازم نمشي يا جماعه بالاستراتيجيه بتاعه كل تلت ساعه ناخد 5 دقايق بريك. هتذاكر تلت ساعه وهتاخد 5 دقايق بريك وبعد كده تذاكر مثلا 10 دقايق. مده الفيديوهات بتاعته مش طويله خالص. مده الدراسات عندنا مستر اسمه عطا زكي، وهو بيدي يا جماعه لكذا سن، يعني مش شرط تكون في ثالثه اعدادي. انتوا طبعا هتخشوا على كل قناه وهتشوفوا هما منزلين ايه، وكل الفيديوهات يا جماعه بتنزل شبه يوميا، فمفيش اي حاجه هتفوتك. نخش بقى في ثالث ماده معانا وهي ماده العلوم. ناس كتيره قوي كتبت لي في الكومنتس عبير احنا عندنا مشكله في العلوم، احنا عندنا مشكله في الرسومات، عندنا مشكله في درس كذا وعندنا مشكله في درس كذا. بدل ما تقعد تقول انا عندي مشكله في كذا، دور على حل المشكله. هتفضل تقول انا عندي مشكله والماده صعبه ومش عارفه اذاكر ومش عارفه اعمل مش عارفه اسوي، وعمال تضيع في وقت وهتلاقي الشهر جري منك. لكن انت لو ركزت بس يعني
اسبوع واحد بس من الشهر اللي عندك والله هتخلص المادة دي. بقى مادة العلوم وهو مستر احمد مكرم، هتعمل سيرش عنه على اليوتيوب وهتلاقي قنواتهم كل اللي احنا اتكلمنا عليهم دول قنواتهم كبيرة، في ناس قنواتهم معدية ال 2 مليون وفي المليون وفي 600 الف، يعني قنوات بسم الله ما شاء الله غيركم كتير قوي مجرب من قبلكم. طيب نخش بعد كده بقى فهي مادة العربي والنحو ومشاكل العربي ومشاكل النحو. والله يا جماعة المادة دي من اسهل المواد. انا عارفة ان في ناس هتبقى بتقول ايه ده، ايه اللي انتي بتقوليه ده صعبة ومش عارفة ايه. صدقني كل ما هتكبر كل ما هتكتشف ان قد ايه الدنيا كانت سهلة وبسيطة، بس انت اللي صعبتها على نفسك. ما تقعدش تسمع كلام سلبي من حد، ابتدي ذاكر، هات ورقة وقلم كده وابتدي ذاكر. اللي يقف معاك ابقى اسأل، يعني ابقى اسأل المستر فيه، يبقى اسال، ارجع مثلا المدرس بتاعك في المدرسه او المدرس الخصوصي بتاعك. لكن طول ما انت قاعد في البيت انت عندك اليوتيوب، اي حاجه تقف معاك هتعمل عليها سيرش وهتلاقي حلها. طب يا عبير مين مدرس العربي اللي هنتفرج عليه؟ عندنا بقى مستر بتاع عربي تالتة اعدادي، مستر بتاع عربي، يعني هي اسم القناه بتاعته بتاع عربي. تمام، انا معرفش اسمه الشخصي ايه بس هو اسمه بتاع عربي. تمام، هنعمل سيرش عليه وهنشوف الدروس اللي احنا واقعين فيها وهنلاقيها ان شاء الله في القناه بتاعته. نخش بعد كده في المادة الخامسة وهي الانجليش. كل الناس عندها مشكلة في الانجليش، مع ان الانجليش بتاع تالتة اعدادي حلو وجميل قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان القناه دي يعني بسم الله ما شاء الله هو شرحه كويس، وانا سمعت له كام فيديو كده حلوين، وهو مستر انجليزي، اسم القناه بتاعته مستر انجليزي. هحط لكم سكرين شوت وهحط لكم كل القنوات في الديسكريبشن بوكس، ولو عندكم اي استفسار في اي قناه او في اي حاجه تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق التليجرام او عن طريق الانستجرام، سايبها لكم برده في الديسكريبشن بوكس. طيب انا كده قلت لكم المواد الاساسيه زي العربي والانجليش والرياضه والدراسات والعلوم. نعمل ايه يا عبير بقى في المواد التانية اللي هي مش اساسية اللي هي الاضافية؟ نقدر نذاكرها يا جماعة عادي قبل الامتحانات، بس تركيزنا الاساسي في المواد اللي هتجيب لنا المجموع، عشان باذن الله نجيب ال140 من 140 ويبقى فاضل لنا الترم التاني. واحب اقول لكم ان احنا ان شاء الله الترم التاني عامله لكم مفاجاه حلوه قوي باذن الله، مش عايزه احرقها بس عايزاكم تتوقعوا كده في الكومنتس تفتكروا ايه المفاجاه اللي هعملها لطلاب ثالثه اعدادي السنين اللي جايه. يعني عايزاكم كده تتوقعوا، واللي هيتوقع صح هيبقى ليه مكافاه حلوه قوي وهيتبسط بيها. طيب عايزه بقى اقول لكم شويه نصايح كده حلوه قوي. لازم يا جماعه نعمل جدول نرتب فيه يومنا. احنا يومنا فيه 24 ساعه، فطبيعي ان احنا مش هنضيع يومنا كله لا في المذاكره، ولا هنضيع يومنا كله في الاكل والشرب، ولا هنضيع يومنا كله في اللعب وبابجي والموبايل والسكرول في السوشيال ميديا والانستجرام والريلز والتيك توك. تمام، لازم كل يوم كده يكون عندك جدول بتكتب انا هصحى مثلا الساعه 8 الصبح، انا عايزه اذاكر ساعتين، بعد كده انا هاخد بريك ساعه. الساعتين دول طبعا انت هتبقى بتذاكرهم برضو بالطريقه بتاعه ال20 دقيقه، مش معنى ساعتين ان هي ساعتين متواصله، يعني تذاكر 20 دقيقه هتاخد بريك شويه، تذاكر 20 دقيقه تاخد بريك شويه وهكذا. بعدين لما تحس ان انت فصلت مفيش اي مشكله، اسكرول على السوشيال ميديا براحتك، بس بلاش تضيع وقت طويل. صدقوني انا اهو جايه لكم من بعيد قوي وبقول لكم يا جماعه التقليب في السوشيال ميديا بيضيع وقت كبير قوي. انت لو جيت تحسب في يومك انت هتلاقي نفسك مضيع من 5 ل 10 ساعات بس في ان انت ماسك التليفون. فيا اما تستخدم التليفون في حاجه مفيده، عشان كده يعني قررت ان انا اجيب لكم قنوات على اليوتيوب، بما انكم ماسكين التليفون استخدموه بقى في حاجه كويسه، استخدموه في حاجه تساعدكم في المذاكره، بدل ما تستخدموه في ان انتم من كتر ما انتم خايفين من المذاكره عمالين تضيعوا في وقت. بلاش الجو ده، عشان انا كنت زيكم كنت بعمل كده، وفي الاخر لميت نفسي وعرفت في اخر شهر يعني ظبطت دنيتي وعرفت اجيب مجموع. تمام. النقطه اللي بعد كده بقى ان احنا لازم كل يوم ما نحطش اللي هو مواد كتير. يعني ما ينفعش تيجي تقول انا هذاكر دراسات وعلوم وعربي في نفس اليوم، او دراسات وعلوم مثلا وانجليش، لا، لازم تخفف على نفسك. يعني مثلا هتذاكر النهارده دراسات، تمام، لو الدراسات بالنسبه لك صعبه قوي ذاكر معاها حاجه سهله انت بتحبها، راجع شويه عربي مثلا. تمام. طب لو انت عندك مشكله في الانجليش جامده جدا، خلاص حط النهارده للانجليش بس، ما تحطش مواد تانية، ما تصعبهاش على نفسك. انت عندك 5 مواد وعندك اسبوع، ال5 مواد دول انت لو قسمت كل يوم في ماده واحده هيتفضل معاك يومين تراجع فيهم وتحل فيهم بس. حاول ما تصعبش الدنيا على نفسك، الموضوع بجد مش صعب يا جماعه ومش مستاهل. اهم حاجه نبقى بنصلي بندعي، نبقى راضيين اهالينا كده علشان يدعوا لنا هم كمان، ونجيب باذن الله التقدير اللي نفسنا فيه. والفتره اللي جايه ان شاء الله لو حابين انا
ممكن انزل لكم امتحانات ونبتدي ان احنا نحلها مع بعض، ونبتدي ان احنا برضو نعمل اختبارات حلوة كده لطلاب تالتة اعدادي. اكتبوا لي برضو رأيكم في الكومنتس لو حبيتوا الفكرة، ان شاء الله هنعملها. وبس كده، ده كان فيديو بسيط. اي حاجة اتكلمت عنها في الفيديو هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي، ويلا باي.